لكن يقع السباب حتى بين مسلم ومسلم، أوقفوا نشر هذه الرواية. واحد هيقول أوقفوها لأن هم مش عايزين يعملوا، والله شوف لنا الظاهر وعلى الله الباطن، بنشكرهم على أن هم أوقفوا هذه الرواية. وبعدين أنا فوجئت بأن الأستاذ أنيس الدغيدي اللي هو مؤلف رواية اليوم السابع اللي كانت هتنشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته في أحد البرامج في إحدى القنوات الفضائية، وبعدين شدني الموضوع فقعدت أتفرج عليه. فأنا أول حاجة شدتني الحقيقة إن وجدت سمته غير ما كنت متخيل. كنت متخيل إن هذا الشخص سمته يعني هيخليني كده لما أشوفه أتضايق، لكن وجدته ما شاء الله عليه يعني علامة الصلاة وهادي في كلامه وكذا وكذا. وبعدين بيتكلم عن الرواية إن هي دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر على ذلك أمثلة: دفاعه عن زواج النبي من السيدة عائشة، دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة، قاعد يضرب نماذج على هذه الأمثلة. فأنا قبل ما أسمع الحوار ده كنت زي كل الناس متضايق ومتنرفز، ونفسي إن أنا لو شفت الإنسان ده يعني أخنق. وبعدين لما سمعت الكلام ده قلت والله طب إذا كان المضمون كويس كده، طب إيه اللي خلاك أخطأت في العنوان؟ فاتصلت بالأستاذ أنيس، وكان في وجود الإعلامي الأستاذ الدكتور توفيق عكاشة في قناة الفراعين. اتصلت بيه وسألته كم سؤال، عملت معه حوار على الهوا كده علشان بس أعرف هل هو كان متعمد الإثارة ومتعمد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانش متعمد. واتبعت معاه حوار اللي هو الحوار الهادئ في الكلام، إلى أن خرجنا بنتيجة كويسة جدا إن هذا الشخص تقريبا بيعتذر عما بدر منه في العنوان، وإنه هيغير. طالبته الحقيقة بإنه يغير عنوان الرواية إلى عنوان آخر ما يكونش فيه إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثانية يكون يعني تحسس المشاهد بشيء من تكريم النبي، القارئ بشيء من تكريم النبي، أحسن ما كانت توحي إليه الأول بأنه فيها إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا أخونا الكريم الأستاذ أنيس غير اسم الرواية إلى اسم آخر، وأبدى أسفه الشديد على مسألة إن هو يعني ما كانش متوقع إن هذا العنوان هيكون صادم بهذه الدرجة، وإن اللي حصل ده كان سوء فهم منه هو شخصيا لما حط العنوان ده. النهاية الخلاصة إن هذا إنسان أخطأ، ومن وجهة نظري أنا رجع إلى رشده. يبقى خلاص إحنا يكفينا أن يعترف المخطئ بخطأ، بس إحنا لا بنحاكم حد ولا عندنا جنة ولا عندنا نار، إحنا بشر زي أي حد، وأي إنسان معرض إنه يغلط، أي إنسان معرض إنه هو يخطئ عن عمد أو عن غير عمد، لكن الخطأ وارد. إحنا يكفينا فقط سواء كان الخطأ عن عمد أو عن غير عمد إن صاحب هذا الخطأ يرجع عن خطأه ويصحح اللي عمله. ده ربنا بيقول في التوبة إيه؟ اللي عاوز يتوب له 3 شروط العلماء قالوها: أن يندم على ما فعل، أن يستغفر ربنا عز وجل بلسانه، وإنه يتوب يعزم على إنه ما يرجعش للذنب ده مرة تانية. طب إذا عمل كده، هل أنا كبشر بقى أفضل أقول له برضه أنت مجرم، برضه أنت عاصي، برضه أنت هتخش النار، برضه أنت في جهنم وبئس المصير؟ ولا أنا يهمني فقط إن الراجل يظهر إن هو أسفه ويعلن توبته لله عز وجل؟ لنا الظاهر وعلى الله الباطن. فده مثال لمسألة كنا محتاجين فيها ان احنا يكون في حوار مع بعض، عشان خاطر الحوار قد يؤدي الى نتيجة ايجابية احسن بكتير من لو كان الحوار مش ايجابي. لو كان الحوار حوار نرفزة وغلط وسباب وشتام وما الى ذلك ما كانش هيؤدي الى نتيجة. برضو مش عايزين ننسى نقطة مهمة جدا، ان احنا محتاجين في بعض المسائل، انا مش معنى ذلك ان بشجع كل الناس تتكلم طالما ان في ادب خلاف، لا، احنا عاوزين يتكلم من هو اهل للكلام. مش بتكلم عن الاستاذ انيس الدغيدي، لا خالص، انا بتكلم في الدين عموما او في الدنيا عموما. يتكلم في المساله دي اللي بيفهم في المساله دي، يتكلم في الميكانيكا اللي بيفهم في الميكانيكا.